أيامكم سعيدة. بأحضر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العطرة والمباركة، مناسبة عيد الفطر السعيد. وأرجو من الله العزيز القدير بأن يوفق الجميع على ما يريده ما يرضاه. كان اللي أجي وأشرف نفسي بأن أعايد حبايبي وإخوتي هي منطقة حي الثورة أو حي الشارع. إخوتي الكرام، طبعا أنا متعود عليكم وأنتم متعودين علي بأن نكون صريحين بعضنا مع بعض. فإذا المسيرة اللي بدأنا بيها هي مسيرة إحقاق الحق، ولكن أن تتحدث الثقة. الثقة هي يا إخوة، الثقة بين الشعب وبين نخبة الشعب هي اللي تمشي المسيرة، لا للتشكيك على الآخرين، ولكن رفض وضرب ونبذ الفاعل فيما بيننا. المطالبة السلمية في إطار الدستور الإيراني على حصولنا بالنسبة لحقوقنا والمطالبات اللي شعبنا خلال هاي السنوات سعى بها وطالب بها، والآن إن شاء الله لما نوصل إلى آخر نقطة اللي شعبنا يطمح إلى والوصول إلى هذه النقطة سوف نستمر في هذه الحركة المباركة، لأنها تهدف الحق، تريد الحق، والحق ما نادى به الأنبياء وما نادى به الأوصياء. كما نعلم بأن جميع القوانين الجارية في الجمهورية الإسلامية، ونطلب إن شاء الله يواجهوا هذا الشعب بأحسن طريقة عقلية وقانونية، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بحق هذا اليوم يفرج عنا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.